يواصل المنتخب الوطني الجزائري يوم الخميس تحضيراته الجدية من خلال خوض الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا في ربع نهائي المنافسة في قمة إفريقية قوية تعد بالكثير من الندية والإثارة. وقبل أن نبدأ بعرض التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الحصة التدريبية شهدت تركيزا عاليا من الطاقم الفني واللاعبين، حيث عمل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على ضبط الجوانب التكتيكية الدقيقة مع تصحيح بعض التفاصيل الفنية ورفع نسق العمل تحسبا لقوة المنافس النيجيري المعروف باندفاعه البدني وسرعته في التحولات الهجومية. وجرت التدريبات في أجواء إيجابية ومرحة عكست المعنويات المرتفعة داخل المجموعة وروح الانسجام الكبيرة التي تطبع صفوف الخضر، وهو ما يؤكد الجاهزية النفسية والذهنية للاعبين قبل موعد لا يقبل أي أخطاء. كما حملت الحصة خبرا سارا للطاقم الفني والأنصار تمثل في عودة المدافع سمير شرقي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه الكامل من الإصابة، حيث شارك بشكل عادي مع زملائه، ما يمنح بيتكوفيتش خيارات إضافية على المستوى الدفاعي قبل مواجهة ربع النهائي. ويظهر لاعبو المنتخب الوطني رغبة قوية في مواصلة المشوار بثبات وتقديم أداء يليق بطموحات الجماهير الجزائرية التي تحلم برؤية الخضر يواصلون الزحف بثقة نحو الأدوار المتقدمة في هذا العرس القاري. في الختام، ما رأيكم في تحضيرات المنتخب الوطني الجزائري قبل مواجهة نيجيريا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة.